مشاهدي ومتابعي قناة هوم سبورت في كل مكان، عدنا من جديد. في البداية طبعا حابب من السادة المشاهدين الاشتراك في القناة ومتابعة القناة ولايك الفيديو يصلكم كل ما هو جديد. وهيا بقى نبدأ حلقتنا. حلقة اليوم بعنوان تحليل كامل وشامل لبطولة اليورو 2024، وزي ما وعدتكم وقلت لكم هنزل لكم أقوى الحلقات لبطولة اليورو. فطبعا دي أول حلقات بطولة اليورو، هنتكلم عن دور المجموعات وعن توقعاتي لل 16 فريق اللي هيتأهلوا من ال 24 منتخب. وطبعا في البداية حابب أشكر طبعا كل السادة المشاهدين طبعا والمشاركين في القناة على التعليقات الإيجابية وعلى الدعم القوي طبعا على الفيديوهات، وإن شاء الله مكملين بأقوى الفيديوهات في القادم طبعا بيكم وليكم على قناة هوم سبورت. وهيا بنا نبدأ. في البداية طبعا بطولة اليورو تعتبر بتقام المرة دي بعد مرور 3 سنوات على اليورو طبعا الماضي اللي أقام في 2021. كان يورو 2020 أقام في 2021 طبعا بسبب الكورونا، فطبعا يعتبر البطولة أقامت بعد 3 سنين للمرة دي. ولكن طبعا هي اليورو 2024 يعتبر بطولة قوية جدا جدا بالنظام الجديد طبعا اللي بيلعبوا بيه من فترة تقريبا حوالي 10 سنين. بطولة قوية جدا دلوقتي، بقوا 24 فريق مقسمين على 6 مجموعات، كل مجموعة بتضم 4 منتخبات. بيتأهل صاحب المركز الأول والثاني أوتوماتيكيا إلى الدور القادم، وفي أفضل 4 توالت، وفي فريقين بيخرجوا طبعا مع أصحاب المراكز الأخيرة. طبعا المجموعة الأولى بتضم ألمانيا والمجر وسويسرا واسكتلندا. طبعا نتكلم عن المجموعة دي بشكل سريع وأقول لكم مين اللي هيتأهل أول، مين هيتأهل تاني، مين هيتأهل تالت، وهل ممكن يكون من أفضل 4 توالت ولا لأ، ومين المركز الرابع ولا هيخرج. طبعا منتخب ألمانيا صاحب الأرض وصاحب الضيافة اللي بيلعب طبعا البطولة دي داخل بقوة كبيرة جدا، خصوصا في ظل ان الفترة الأخيرة منتخب ألمانيا نتائجه سيئة جدا، سواء في اليورو الماضي بعد الخسارة من منتخب انجلترا والخروج، سواء في كأس العالم في روسيا، سواء في كأس العالم في قطر 2022. فالمنتخب بيحاول يبني فرقة جديدة، بيحاول يعتمد على اللعيبة الشابة أمثال طبعا جمال موسيالا طبعا لاعب البايرن، وفلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن، و طبعا اللعيبه الجديده اللي بيحاول يعتمد عليها خلاص انه يشيل القوام القديم ويعتمد على قوام جديد. فطبعا دي نقطة كويسة جدا لمنتخب ألمانيا. منتخب ألمانيا يعتبر عنده في الفترة الحالية لعيبة شباب قوية جدا. نيجلزمان يعني إلى حد ما بردك عينه كويسة وبيجيب لعيبة كويسة في المنتخب، وبجانب كل دول بردك ابتدى نيجلزمان طبعا يبتعد عن اللعيبة الكبار في السن، زي طبعا ماتس هوميلز ونيكولاس زولا واللعيبة اللي كانت بتلعب طبعا قبل كده في منتخب ألمانيا، وإيمري تشان. طبعا ده زائد ان دي اخر بطولة لتوني كروس، وبعد كده هيعتزل اللعب تماما سواء دوليا او محليا. فكل الظروف دي انا شايف طبعا منتخب المانيا على ارضه وبالعناصر الشابه وبتفكير واداء نيجلزمان واخر بطوله توني كروس طبعا على الاقل هيكون منتخب المانيا اول المجموعه الاولى. بعد كده انا شايف في المركز الثاني هيحل منتخب المجر او منتخب هنغاريا اللي فيه بردك عناصر شابه زي دومينيك سوبوسلاي طبعا لاعب ليفربول يعتبر اشهرهم، والحارس جوراسكي، وبعض العناصر الكويسه جدا في منتخب المجر. منتخب المجر انا شايف يستحق المركز الثاني من حيث ادائه في التصفيات، من حيث العناصر اللي موجوده، من حيث الخبرات اللي موجوده في الفرقه. فانا شايف منتخب المجر هيحصل على المركز الثاني في المجموعه الاولى. ثم شايف المركز الثالث هيحل منتخب سويسرا، وممكن بنسبه كبيره يتاهل من افضل 4 توالت. منتخب على فكره كويس، اخرج السنه اللي فاتت في اليورو الماضي منتخب فرنسا، عنده عناصر كبيره في السن ولكن خبره. منتخب بردك كويس، منتخب الى حد ما عنده احتكاكات قويه، عنده عناصر كويسه، فانه يتاهل كثالث في مجموعه زي دي ده طبعا شيء طبيعي جدا وشيء قريب جدا. في المركز الرابع طبعا للاسف هيكون منتخب اسكتلندا هيودع. في سكوت ماكتوميناي طبعا وفي روبرتسون وفي اكتر من لاعب كويس، ولكن للاسف طبعا اسكتلندا كفرقه ضعيفه جدا، ومن الصعب جدا انها في مجموعه زي دي تاخد مركز الا المركز الرابع وتكتفي بالمشاركه فقط في بطوله اليورو. طبعا ده بالنسبه للمجموعه الاولى. بالنسبه للمجموعه الثانيه اللي انا شايفها تعتبر اقوى مجموعه في وجهه نظري، مجموعه اسبانيا وكرواتيا وايطاليا والبانيا. شايف انا طبعا بوجهه نظري ان منتخب اسبانيا هيكون هو المنتخب الاول في المركز الاول في المجموعه الثانيه. الفريق الحقيقه منتخب اسبانيا بالرغم
من ادائه اللي ما كانش افضل حاجه في كاس العالم الماضي وخروجه من المغرب في دور ال 16، ولكن الفريق اداء كويس جدا. الفريق بيعتمد على عناصر شابه، لامين يامال لاعب برشلونه اللي بينضم، لعيبه برشلونه الصغيره في السن اللي بتنضم مع خبرات في الفرقه، مع وجود لاعب زي رودري في خط الوسط اللي يعتبر افضل لاعب حاليا في مركز 6. فالفريق بقى عنده قوه كبيره، اعتماد على داني اولمو طبعا لاعب ارب لايبزيج، ففي اكثر من لاعب وفي خبرات، ووجود الحارس اوناي سيمون بردك اللي مستواه بيعلى وبيزيد. فشايف لا اسبانيا هتكون اول في هذه المجموعه. في المركز الثاني انا شايف هيحصل عليه منتخب كرواتيا. منتخب كرواتيا الحقيقه بالرغم من كبر سن لعيبته ولكن منتخب قوي جدا، منتخب الجيل ده عامل انجازات كبيره جدا، منتخب خد تاني عالم في 2018، منتخب خد ثالث عالم في 2022، منتخب في البطولات المجمعه بيعمل شغل عالي جدا، منتخب عنده اسامي قويه، منتخب عنده مودريتش وبروزوفيتش وكوفازيتش، وعنده فارديول في الدفاع، وعنده قدام بروزوفيتش واندي كامارايش طبعا المهاجم، واكتر من لاعب كويس في الفرقه. فشايف طبعا والحارس ليفوفيتش، فطبعا انا شايف بوجهه نظري بالعناصر اللي موجوده وبخبره اللعيبه وبمستواها الجيد والجيد جدا مفيش كلام هيكون طبعا منتخب طبعا كرواتيا في المركز الثاني. في المركز الثالث وبنسبه كبيره هيتاهل كافضل اربع توالت هو منتخب ايطاليا. منتخب كويس، خد السنه اللي فاتت اليورو، ولكن المنتخب بعد اليورو ما شافش قدامه، للاسف خسر في فرصه التاهل لكاس العالم من فريق مقدونيا. فالفريق طبعا للاسف في الوقت الحالي عنده مشاكل كتير، عنده عناصر مش وحشه وعنده خبرات كويسه، ولكن الفريق برضك يعتبر حاليا في مرحله احلال وتجديد. فانا شايف كويس قوي لو قدر ياخد مركز ثالث ويتاهل كافضل اربع توالت. والبانيا طبعا لا في لعيبه موجوده فيها مشهوره ولا اي حاجه، كويس قوي البانيا لو حصلت على المركز الرابع وتكتفي فقط بالمشاركه في هذه المجموعه الصعبه. نروح بعد كده للمجموعه الثالثه، والمجموعه اللي تهمني جدا طبعا اللي فيها المنتخب الانجليزي. طبعا انا بعلن من اول البطوله ان انا بشجع المنتخب الانجليزي، ولكن بجانب ان انا بشجع المنتخب الانجليزي ولكن مش هيأثر طبعا في اي شيء على تحليل الفرق، انا بحلل كل الفرق، ولكن طبعا نقطه ان انا بشجع المنتخب الانجليزي ده موضوع على جنبه. وممكن ناس كتير قوي تعرف اني بشجع المنتخب الانجليزي من اليورو الماضي لما كنت بنزل فيديوهات طبعا في يورو 2021 طبعا، ولكن للاسف القناه كانت لسه فاتحه وطبعا عدد المشتركين كان قليل، وبرضك لسه ما كانش الناس مركزه قوي في النقطه دي، ولكن بقولها للمره الثانيه اني بشجع المنتخب الانجليزي في هذه البطوله. وطبعا منتخب انجلترا هيكون هو الاول طبعا بجانب طبعا انا بشجعه، ولكن هتكلم عن احلله برضك واقول كام نقطه. منتخب قوي جدا، منتخب عنده دلوقتي كميه عناصر قويه جدا، انت بتتكلم في جوردان بيكفورد حارس المرمى، خط الدفاع فيه اكتر من لاعب خبره، ستونز، كايل ووكر، ارنولد بيلعب في خط الوسط، وجود جود برنينجهام، وجود فيل فودن، وجود ساكا، وجود هاري كين وخبراته، وجود اكتر من لاعب، منتخب متكامل، منتخب قوي جدا، وجود لاعب زي ديكلان رايس لاعب ارسنال اللي عامل موسم استثنائي. فطبعا منتخب انجلترا بالعناصر وبالقوه وفي المجموعه زي دي لازم هيكون منتخب انجلترا اول. المركز الثاني انا شايف هيكون منتخب صربيا. منتخب صربيا منتخب كويس، عنده لعيبه الى حد ما مستوياتها كويسه، عنده في الامام اكتر من لاعب مش واخدين ضجه كبيره ولكن لعيبه كويسه زي متروفيتش طبعا لاعب الهلال السعودي، لوكا يوفيتش طبعا. اللعيبه دي كلها تستحق فرصه كبيره جدا جدا جدا، وتستحق انها تكون دلوقتي على اقل تقدير في المركز الثاني في مجموعه زي دي طبعا. فشايف صربيا هتكون ثاني، الدنمارك طبعا هيكون ثالث واتوقع هيتاهل كافضل اربع توالت. منتخب الدنمارك على فكره منتخب كويس وبيعمل كوره جيده جدا جدا، وشفنا اليورو اللي فات لما وصل نص النهائي امرتك امام انجلترا وخسر في اخر الدقائق طبعا ضربه جزاء عن طريق هاري كين. فالفريق كويس قوي وعنده عناصر كويسه وعنده طبعا اكتر من لاعب خبره زي اريكسين واندريس كريستنسن في الدفاع واكتر من لاعب متميز، فكويس قوي انه ياخد مركز ثالث. وطبعا سلوفينيا طبعا تكتفي بالوصول الى اليورو وتحصل للمركز الرابع وتودع البطوله. نروح بعد كده الى المجموعه الرابعه، تاني اقوى مجموعه في وجهه نظري، طبعا فيها فرنسا، هولندا، بولندا، النمسا. طبعا شايف منتخب فرنسا بوجود كيليان امبابي طبعا اللي منتقل طبعا لريال مدريد، طبعا ده التيشيرت اللي لابسه طبعا تيشيرت كيليان امبابي طبعا. طبعا كنت عايز اجيب تيشيرت منتخب انجلترا ولكن للاسف ما لقيتوش، فعجبني طبعا التيشيرت ده فبصور لكم بيه الحلقه. طبعا ده تيشيرت امبابي ولكن انا مش بشجع فرنسا طبعا، ولكن بقول لكم بس معلومه كده جانبيه. فامبابي طبعا في وجوده اللي منتقل لريال مدريد طبعا دلوقتي والضجه اللي واخدها لاعب قوي جدا، وجود عثمان ديمبلي، وجود كولومواني، وجود جوليس كوندي، وجود ابراهيم كوناتي، وجود ساليبا، وجود في خط الوسط ثنائي ريال مدريد قوي جدا ايرون تشاوميني وادواردو كامافينجا، وجود ادريان رابيو، وجود الخبره جريزمان، وجود جيرو اللي بنسبه كبيره هتكون دي اخر بطوله بعد كده هيعتزل اللعب الدولي.
وجود حارس زي مايك مانيان حارس الميلان اللي مقدم مستويات جيده جدا، لا منتخب فرنسا منتخب اول من حيث خبراته ومن حيث قوته، فهيكون اول هذه المجموعه. في المركز الثاني طبعا انا شايف هيكون منتخب هولندا، طبعا في وجود فيرجيل فان دايك، ماتياس ديليخت، ستيفان دي فرايج، كودي جاكبو، دانيال ميلون، ومنفيس ديباي ولوك ديونج واللعيبه دي طبعا. فلازم بنسبه كبيره هيكون هولندا في مجموعه زي دي هيكون المركز الثاني، بنسبه كبيره هيكون المركز الثالث منتخب هولندا في وجود لعيبه زي روبرت ليفاندوسكي اللي بنسبه كبيره خلاص للاسف استبعد من البطوله مش موجود، فالفريق ضعف اكتر ما هو ضعيف، وبولندا ما بيوصلش لاي حاجه. فمنتخب بولندا كويس قوي لو وصل ثالث، ولكن للاسف مش هيتاهل حتى كافضل اربع توالت، هيخرج لان خلاص الفريق حتى ليفاندوسكي اللي كان موجود في نجم الفريق خلاص خرج، فالفريق بقى ضعيف جدا. فانا شايف بولندا هتكون ثالث ولكن هتخرج. وفي المركز الرابع منتخب طبعا النمسا اللي ما فيهوش اي حد، حتى ديفيد الابا اللي كان مشهور فيه اتصاب طبعا برباط صليبي مع الريال ولحد دلوقتي لسه ما رجعش، واللاعب طبعا اللي موجود سابيتزل او اي لاعب موجود تاني ما فيش اي مستوى، فالنمسا كويس قوي تكتفي بيه وصولها لليورو وتحصل على المركز الرابع. المجموعه الخامسه اللي انا شايفها اضعف مجموعه طبعا بلجيكا، اوكرانيا، رومانيا، سلوفينيا. انا شايف منتخب بلجيكا هيكون اول، بالرغم من مستوى بلجيكا الفتره الحاليه مش حلو، الفريق خرج من دور المجموعات في كاس العالم الماضي، فريق انا مش مقتنع بادائه، ولكن صعب جدا بلجيكا بردك في وجود خبرات زي دي بروين ولاعب زي روميلو لوكاكو ولاعيبه طبعا زي جيرمي دوكو لاعب السيتي والمستوى الجيد اللي بيقدموه، وخط الوسط بردك اللي فيه اكتر من لاعب زي اسيلفيتسل وخبرات. ان منتخب طبعا بلجيكا ماشي ما ياخدش اليورو، ممكن ما يتاهلش في الادوار القادمه، ولكن على الاقل هيتاهل كاول مجموعه ضعيفه زي دي. وفي المركز الثاني هيكون منتخب اوكرانيا. منتخب اوكرانيا طبعا عنده الحارس اندري لولين، وعنده كذا عنصر كويس في الدفاع وكذا عنصر كويس في الهجوم، فانا شايف اوكرانيا في مجموعه زي دي ياخد تاني. وطبعا رومانيا لا ما اعرفش منها اي لعيبه طبعا مركز ثالث ومش هتتاهل طبعا كافضل اربع توالت، هتخرج ولكن هتوصل مركز ثالث. وسلوفيكيا طبعا يكتفي بالوصول الى البطوله وتخرج حصاله المجموعه في المركز الرابع. نروح بقى على المجموعه الاخيره طبعا اللي بتهم كتير قوي من اللي بيتفرجوا علينا طبعا بسبب وجود كريستيانو رونالدو ومنتخب البرتغال. في ناس كتير بتحب منتخب البرتغال وبتتمنى ان منتخب البرتغال يحصل على البطوله السنه دي، لان منتخب البرتغال عاوزين كريستيانو رونالدو يرفع بطولات. ناس كتير بتحب كريستيانو رونالدو وعايزين بنسبه كبيره ان دي ممكن تكون اخر بطوله يورو، وممكن تكون اخر بطوله كمان لكريستيانو رونالدو في الملاعب الدوليه. خلاص كريستيانو رونالدو خلاص بيتكلم شهر شهرين هيبقى داخل على 40 سنه، هيقفلهم ويكمل 40 سنه، فخلاص طبعا هيكون ممكن ما نشوفوش تاني في بطولات دوليه. فكله بيتمنى طبعا تتويج كريستيانو رونالدو باليورو، الهداف التاريخي لليورو، نفسهم يشوفوا كريستيانو رونالدو بيرفع اليورو تاني زي ما عملها في 2016 مع منتخب البرتغال. فطبعا دي نقطه طبعا على جنب، ولكن منتخب البرتغال هيتاهل اول المجموعه دي مفيش كلام. منتخب دلوقتي منتخب كويس على فكره، ومنتخب فيه عناصر كويسه جدا، في عناصر شابه كتير قوي في الدفاع، ومستواهم طبعا في اليورو ده هيأهلهم لانديه كبيره. لعيبه كلها بتلعب في البرتغال، سواء المدافع انطونيو سيلفا طبعا مدافع بنفيكا، او ايناسيو طبعا مدافع سبورتنج لشبونه. لعيبه زي دي طبعا بنسبه كبيره هتتسوق بعد الماتش ده. وطبعا بالينيا طبعا لاعب خط الوسط طبعا بردك بتاع لشبونه. اللعيبه دي كلها واللي فيه لاعب طبعا من بنفيكا بردك بيلعب في خط الوسط مش فاكره الحقيقه. كل اللعيبه دي بعد البطوله هتتسوق بنسبه كبيره، فلعيبه شباب عايزه تتسوق بجانب طبعا خبرات كبيره زي ما تقول كريستيانو رونالدو، بيبي، باتريسيو، ديجو كوستا طبعا حارس المرمى ومستواه جيد، طبعا جو كانسيلو، نونو مينديز لاعب باريس سان جيرمان، روبن دياش طبعا لاعب السيتي المدافع طبعا المستوى اللي بيقدم مستويات جيده جدا، دانيلو بيريرا طبعا قدام، برناردو سيلفا، برونو فرنانديز طبعا وخبراته، جونزالو راموس، دييجو جوتا لاعب ليفربول. فلا طبعا مفيش كلام، منتخب البرتغال اول هذه المجموعه، ومن يعتبر من اقوى كمان المرشحين للوصول في ادوار متقدمه لبطوله اليورو. المركز الثاني طبعا انا شايف هيكون منتخب تركيا. منتخب تركيا عنده عناصر شابه كويسه، طبعا لاعب يوفنتوس الصغير في السن طبعا اللي بيلعب عنده 18 سنه لاعب كويس قوي، في اردا جولر لاعب ريال مدريد، تشان هالوجلو طبعا وخبراته طبعا لاعب الانتر. فالفريق قوي جدا، الفريق يستحق الوصول لمرتبه كويسه ويستحق الوصول كمركز ثاني. ثم انا شايف منتخب ثالث منتخب التشيك، منتخب كويس على فكره وممكن يتاهل كافضل اربع توالت، ومنتخب عنده لعيبه كويسه وبيقدم بطولات قويه، وشفناه السنه اللي فاتت في اليورو الماضي وصل فين، وصل مشوار كبير ومشوار كويس. واخيرا طبعا منتخب جورجيا مع اللاعب نابولي كفاراتسخيليا يكتفي بالتمثيل المشرف، ويكتفي كفاراتسخيليا انه يشارك بالبطوله لاول مره في تاريخ جورجيا. كده طبعا نكون خلصنا المجموعات. هقول لكم بس كام نقطه كده ونختم حلقتنا. طبعا انا بالنسبه لي انا شايف في حال عدم ارتطام انجلترا وفرنسا لو ما وقعوش في سكه بعض والفريقين قدموا افضل مستوياتهم ولعبوا كل الماتشات جد، بنسبه كبيره انا شايف ان هيكون نهائي انجلترا وفرنسا دول المرشح الاول للبطوله، حد منهم هيكون البطل. وبنسبه كبيره انا اتمنى المنتخب الانجليزي، ولكن لو مشوا بعيد عن بعض تكون انجلترا وفرنسا في النهائي. واتوقع بالنسبه مثلا لالمانيا
اسبانيا، بلجيكا والبرتغال. الاربع منتخبات دول هيكونوا بنسبه كبيره هيحلوا المرتبه الثانيه، وممكن بنسبه كبيره نشوفهم في دور الثمانيه، ونشوف منهم منتخبين في دور نصف النهائي. طبعا كده نوصل لنهايه حلقتنا. ما تنسوش طبعا الاشتراك في القناه ومتابعه القناه واللايك للفيديو. طبعا انا الفيديو تعبت عليه جدا لان بقالي كتير قوي زي ما قلت لكم ما بتفرجش على المنتخبات اكتر من سنتين، من ساعه كاس العالم ما كانش فيه اي طبعا مباريات وديه او بطوشه قويه، كانت مباراه وديه فقط. فالمباريات القويه والبطولات المجمعه طبعا بتتغير، فبتبقى محتاجه شغل كبير. فطبعا الفيديو اللي انا اشتغلت عليه شغل كبير جدا، فطبعا حابب ان اي حد طبعا عجبه الفيديو يقدر المجهود ويقدر التعب ويدي اشتراك في القناه ويدي لايك للفيديو ده طبعا، ويقول لي رايه في التعليقات. طبعا الفيديو ده زي ما قلت لكم فيديو كويس جدا، وده يعتبر اول فيديو في بطوله اليورو. انتظروا القادم. نكون وصلنا كده نهايه حلقتنا. ما تنسوش طبعا تضغطوا الاشتراك في القناه وتابعوا القناه ولايك للفيديو يصلكم كل ما هو جديد. شكرا على المشاهده، شكرا لاي حد بيكتب تعليقات ايجابيه، وانتظروا القادم الايام الجايه. لسه بطوله اليورو مكمله معانا، الكوبا امريكا نازله ان شاء الله، اولمبياد باريس طبعا ان شاء الله نازله، وهنتكلم عن منتخب مصر الاولمبي، ولسه الدوري المصري طبعا شغال، هنتكلم عن مباراه القمه بين الاهلي والزمالك اللي هتتلعب يوم 25/6، وبعض المباريات القويه طبعا للانديه المصريه طبعا في الدوري المصري. ولو طبعا في سوبر الافريقي ان شاء الله كمان ممكن يبقى الشهر الجاي او حاجه هننزل له فيديو. ونكون كده طبعا وصلنا لنهايه حلقتنا. ما تنسوش طبعا زي ما قلت لكم في نهايه الحلقه اشتراك في القناه وتابعوا القناه ولايك للفيديو يصلكم كل ما جديد. شكرا على المشاهده وباي.